خوري اليوم مجددا على منصة شام فليكس بافتتاح أنت جريح. أهلا وسهلا فيك على منصة شام فليكس. يا أهلا وسهلا فيكم يا هلا. اليوم افتتاح مختلف عن غيره من الافتتاحات بأنت جريح. لحاله الاسم بكفي، يمكن بيوصل رسالة بدون ما يكون في مشاهد. خلينا نحكي أكثر عن دور الفنانة نادين خوري. هلا ما بدنا نحكي كثير لأنه يمكن بعدين رح يكون في فرصة لعرض الفيلم جماهيريا. يعني أم غسان شدتني كثير على الورق، شدتني كثير لما قريت النص، و بتشبه كل أم سورية استشهد ابنها. كثير بتشبه هاي المشاعر كثير. حاولت كثير يعني اني اكون قريبه لهي المشاعر، حاولت كثير اني التقي مع سيدات اسالهم انه كيف كان شعورهم وماضي على استشهاد ابنائهم سنوات يعني، لكن هذا الشيء كان لساتهم هن يعني عم يحكوا معي وعم يبكوا لسه. فهذا الشيء كان، وبنفس الوقت يعني اللي بيدهشك بهذا الموضوع انه هن معجونين بالحزن والفخر والاعتزاز بانهم اولادهم شهداء. فهذا شيء جميل. هي الامراه السوريه. المشاركة كانت من الفنانين القديرين، أيضا من الفنانين الشباب بفيلم أنت جريح. يمكن كلامك ما بيوصل رسالة مثل ما بيوصل كلام القديرة نادين خوري لهدول الشباب. بلال مارتيني شو بتوصفيه؟ لا كلهم الشباب كويسين يعني، بلال وخالد، خالد شباط، والبنت سالي. الشباب كانوا كتير ظراف كتير. وجهي لهم كلمة عبر منصة شام فليكس. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب قريبا قريبا جدا رح نشوفهم نجوم. أكيد أكيد شاغلين كتير حلو. وجهي كلمة لكن دحنا. كين دحنا ما بدها كلمة. يعطيكي ألف عافية حبيبتي. كانت كتير متدفقة بمشاعرها، كانت كتير رقيقة، كانت كتير طبيعية يعني. والطبيعي بهيك حالة جدا بيكون قليل الممثل يكون طبيعي. كانت كتير كتير طبيعية. فبوجه لها شكر وشكرا لها وشكرا الأستاذ ناجي طعمي على إخراج الفيلم. بالتوفيق لك دائما، وناطرين كل إبداع الفنانة القديرة نادين خوري. نورتي منصة شام فليكس. شكرا لكم. يا أهلا وسهلا. هلا. أهلين. الفنان علي سطوف اليوم بافتتاح فيلم أنت جريح. أهلا وسهلا فيك على منصة شام فليكس. يا ميت أهلا وسهلا فيك وبشام فليكس. دخيل قلبك. خلينا نحكي أكثر عن تواجدك بهذا الفيلم تحديدا، وخاصة بشخصية مختلفة عن الشخصيات اللي عادة بتقدمها. هلا الحقيقة فيلم أنت جريح كان بالنسبة لي أنا تحدي على مستوى الأداء، لأنه كان جزء كبير من أدوات الممثل غير حاضر. يعني أنا كان الحركة بالنسبة لي غير موجودة، فهو جريح حرب مقعد. هذا الشيء خلاني كثير وقف قدام الشخصية. هلا للأمانة كان في فضل كثير كبير للأستاذ ناجي بالتعاون بهذا الخصوص، وقدم لي كثير مقترحات مهمة. قعدنا قبل الفيلم كثير، حاولنا نحكي شو ممكن نلاقي حلول لهذا المقعد ليطلع شخص طبيعي. والحمد لله أنا النتائج اليوم شفتها معكم، وحسيت إنه يعني كثير في شيء قارب يعني حلمنا إنه شو بدنا نحقق بهذا الفيلم. والحمد لله أنا بعتبر إنه وصلنا لأكثر من 70% من اللي كنا طامحين له. دائما في بكل فيلم رسالة، أو بكل شخصية عند كل ممثل في رسالة بده يقدمها. من خلال شخصية اليوم شو قدم مع علي سطوف تحديدا؟ هلا أنا ما بقدر أقول شو أنا قدمت بهذا الفيلم. هذا السؤال يعني بحوله للي شاهدوا الفيلم، يا هل ترى وصل اللي بده يقولوا عليه أو لا، أو بالأحرى وصل اللي بده يقولوا غسان أو لا. هي الفكرة. بحس حاله الأستاذ علي سطوف مظلوم شوي بالدراما السورية؟ لا اطلاقا، ما بشوف انه في مكان للظلم. بشوف من أنه ناحية بتاخدها؟ بناحيه باخذها من ناحيه الاجتهاد. يعني كل شخص مجتهد بيلاقي المكان اللي هو فيه. بجوز انا كسول بمكان، مجتهد بمكان، ما بعرف. بس اما ظلم لا، الكلمه كثير كبيره. ما بحس انه انا مظلوم ابدا، الحمد لله. انا بحس حالي اني موجود وحاضر وبمكاني. هذا اللي بقدر اقوله. شو بتوجه رسالة لكل كادر العمل والأستاذ ناجي طعمي أيضا؟ كل الحب، شكرا لكل التعب اللي قدموه. حقيقة يعني أنا أنحني أمامهم فقط. شكرا كثير لك. شكرا لك. بلال مارتيني اليوم بافتتاح فيلم أنت جريح. ألف مبروك الافتتاح اليوم. اهلا وسهلا فيكم، الله يبارك فيك، شكرا لك. خلينا نحكي أكثر عن الشخصية المختلفة اللي عم يقدمها بلال مارتيني بشيء مختلف عن الشيء اللي بيقدمه عادة. يعني حقيقة أنا ما كنت عارفان إني رح أقدر أقدم شيء مختلف. لما كنت عم بقرأ على الورق كنت متردد وخايف إني أعمل هي الشخصية، لسبب إنه هي بتشبه شوي شخصيتي بروزنا. ولكن بالوقت الحالي يعني حسيت حالي فعلا إني قدمت شخصية تماما مختلفة بالأداء، بالحضور، بالنضج، بكل التفاصيل. إن شاء الله يكون عجبت الناس.
إن شاء الله يا رب. هلا سألنا الفنانة القديرة نادين خوري وقالت يعطيهم ألف عافية الشباب وخاصة بلال مارتيني إنه تعب على هي الشخصية، شو بتوجه لها كلمة عبر منصة شان فليكس؟ يعني شو بدي اقول، يعني لما حدا بتاريخ تاريخ قد شو قد الكون، وهي فنانة بحجم سوريا، عم تحكي عني هذا الكلام، انا بصير شفت شو عم يصير ما عاد عم بعرف احكي يعني. بدي اشكرها كثير، وهي الشهادة ان شاء الله اقدر احافظ عليها لقدام، و يعني عن جد شكرا. وجه كلمة عبر منصة شان فليكس لكل كادر أنت جريح. بحبكم. شكرا كثير. اهلا وسهلا فيكم. شاب خالد شباط، أهلا وسهلا فيك على منصة شان فليكس. اهلا وسهلا فيكم يا هلا. اليوم بافتتاح أنت جريح بتجربة جديدة وخاصة مع الأستاذ ناجي طعمي، خلينا نحكي أكثر عن هالتجربة وعن هالشخصية اللي قدمتها يلي هي مختلفة. يعني حاليا التجربة تمت وهذا العرض الأول لإلها. مشاعري اتجاهها هيك كثيرة. ما فيني أقول شيء ثاني أبدا غير بأنه على المستوى الشخصي وليس على مستوى العمل هي تجربة إلي. أكيد مأخطئ بأماكن وتعلمت بأماكن وحسيت إني ممكن أكون أصبت بأماكن إن شاء الله. بس قديش الاعتراف بالخطيئة نجاح للفنان برأيك؟ يعني ما بعرف صدقا ما بعرف، بس إحساسي دائما تجاه هي المهنة المخيفة إنه أنت لازم تحس دائما إنه ينقصك الكثير بس مو أكثر. سألنا بلال وسألنا الفنانة القديرة نادين خوري عن فئة الشباب اللي موجودة. بلال قال إنه خالد هو الأساس كان بالدور وخاصة إنه كان مشترك بينك وبينه. يعني شو قول له تقبر قلبي. أكيد. الفنانة القديرة نادين خوري قالت موفقين ويعطيكم ألف عافية على الجهود اللي بذلتوها خلال هي الشخصيات. أول شيء شهادة عظيمة من فنانة وإنسانة عظيمة كان إلي الشرف إني اشتغلت معه. بلال هو صديق وشريك وجميل بما فيه الكفاية. شكرا. شكرا، بالتوفيق لك دائما الفنان خالد شباط، نورت منصة شان فليكس. شكرا لك وشكرا لحضوركم. شكرا كثير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة شام فليكس وتفعيل زر الجرس لتشوفوا كل جديد.